السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بطبق تقليدي جزائري اللي هو الدولمة. باش نوجدوا هذا الطبق يلزمنا حبيبات بطاطا وحبيبات قرعة يكونوا متوسطين في الحجم. قشرتهم وحفرتهم بيان في الوسط. كمية تاع اللحم مرحي، كمية معتبرة تاع بصل باش تجي المرقة عقدة. انا سكرفشتو. قيس 2 مغارف كبار تاع رز بعد ما غسلته مليح وصفيته. حفنه تاع حميصه، معدنوس مقطع رقيق، وتوابل. انا حندير ملح، فلفل كحل، شويه راس الحانوت وشويه قرفه. هي القرفه من الاحسن تكون عود. نحطوا البصل تاعنا في الطنجره بعد ما درت الزيت. نخلي كميه صغيره باش نحطها في اللحم المرحي. نحط عليهم التوابل، ونخليه يتقلى على نار قليله. حتى يدبل شويه. بعد ما دبل البصل تاعنا نمرقو ماء سخون ونرمو الحميصه تاعنا طيب. خلو الحميصه طيب يدخلها الطياب مليح. جبت اللحم مرحي تاعنا، زدت له هذاك البصل اللي خليته مقبل مع شويه معدنوس، شويه فلفل كحل، شويه ملح، رز، ونعجنو مليح بين يديا. نعجنو مليح باش ما يتحليش في الطنجره. جبت اللحم مرحي تاعنا، زدت له هذاك البصل اللي خليته مقبل مع شويه معدنوس، شويه فلفل كحل، شويه ملح، رز، ونعجنو مليح بين يديا. نعجنو مليح باش ما يتحليش في الطنجره. نبدا نعمر حبيبات البطاطا. نعمرهم مليح ونضغط حتى لتحت الداخل. نكمل انا نعمر القرعه والبطاطا ونعاود نولي. الحميصه تاعنا هي طابت، نحطو نسقفو حبيبات البطاطا تاعنا. بسم الله. انا القرعه ما نحطهاش درك خاطر هي تمتم الطيب. نستنى شويه البطاطا طيب شويه برك وبعد نحط القرعه. طبق الدولمه هاوليك ها واجد معانا. ان شاء الله يكون عجبكم. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.